السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا بينا كده على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ والله وحشتوني بجد. النهارده كده انا بقى هنعمل مع بعض اكله كده تحفه. وناس كتير بتحب الاكله بتاعتنا دي، بس محدش كتير يعني ممكن يكون بيعرف يعملها في البيت يعني. طبعا النهارده هنعمل مع بعض الكسكسي، وفي ناس بتقول عليه كسكاس، يعني كل بلد كده بتقول عليه اسم. احنا عندنا بنقول عليه كسكسي. طبعا كده يا حبيبي، احنا طبعا كنا بنعمل الكسكسي كده عندنا فوق السطح. انا وحماتي كده كنا بنعمله مع بعض. فطبعا انتوا زي ما انتوا عارفين انا كنت جايبه في الطشت بتاعنا، طبعا كنا عاملين كميه كبيره، مش كميه صغيره يعني. فكنا جايبين الدقيق كده زي ما انتوا شايفين، وحطينا كده عليه شويه ميه، يعني رشرشنا عليه كده شويه ميه. ما بتكبيش ميه عليه كتير، انت بس بترشري. انا بس نسيت ان انا اصور بس الخطوه دي، بس انا برضو هقول لكم عليها. انت جبتي دخلتي الدقيقه وحطيتيه في الطشت، بترشرشي كده عليه شويه ميه بملح، وبتفضلي بقى تفركي كده في الدقيق زي ما انت شايفه. بتفركي كده في بايدك فركه جامده، وتفركي كل دي وترشرشي شويه ميه تاني، وتفركوا في اهم حاجه ان الدقيق ما يعجنش معاكي، هو يبقى ناشف زي ما انت شايفاه كده، يا دوبك مندي بس كده بسيط. وبتفضلي تفركي فيه كده على ايدك. وطبعا انا هوريكي دلوقتي برضو كل خطوه بخطوه هنعمل ايه في الكسكسي بتاعنا ده، وازاي في الاخر هنسويه وهنسويه على ايه. وهوريكم دلوقتي. والصراحه كان يوم جميل جدا، وكان طعم الكسكسي جميل قوي. وهوريكم ازاي انا بسويه بطريقه جديده يعني ومختلفه. فطبعا لو في ناس بيبقى ما عندهاش حله الكسكسي ده، فبتبقى جايبه حلتين كده فوق بعض، وممكن تعمل عجينه وتحطها كده تقفل الحله بتاعتها بالعجينه. بس احنا طبعا كان عندنا حله الكسكسي، يعني ما عملناش الخطوه دي. عملنا على طول بالحله بتاعتنا كده اللي بنعمل فيها على طول وكده. طبعا كنا عمالين نفرك في الكسكسي كده بايدينا، لازم بنفركه فركه جامده عشان تبقى الحبه بتاعت الكسكسي كده ناعمه وحلوه، ما تبقاش خشنه قوي يعني، او معجن معاكي. بنفضل نفركه كده كتير. وبعد كده بقى حماتي هتجيب الغربال دلوقتي، وهتنزله كده من الغربال، هتنزل الشوية الناعمين، هتحطهم جنبها كده في صينية. وهوريكم برضو دلوقتي كل خطوة بخطوة يا حبايبي. وعايزاكم كده وانتوا بتتفرجوا عليا تصلوا بينا على النبي، وتقولوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وتذكروا الله. وانتي واقفة في المطبخ كده بتعملي الاكل لولادك تذكري الله. بيديكي يعني تفاؤل، وبيديكي بركة في الاكل، وبركة لولادك وهما بياكلوا الاكل. وانتي واقفة كده، طول ما انتي واقفة تصلي على النبي وتذكري الله. وده يا حبايبي طبعا احنا كنا قاعدين بنعمل، وطبعا احنا ما بنخلاش من العيال زي ما انتوا شايفين كده متلميين حوالينا. بس طبعا بنخلينهم يعني غاسلين ايديهم، عشان لو مدوا ايديهم معانا وكده. هم كانوا حابين ان هم يعني يعملوا معانا وكده، فاحنا قلنا لهم اغسلوا ايديكم ويعملوا معانا عادي يعني، هو يتعلموا. بس وقعدنا بقى كده يا حبيبي نفرك في الكسكسي. كان يوم حلو والله بجد. طبعا حماتي طبعا قعدت تفرك كده هي وسلفتي شويه، وانا كنت بعمل معاها شويه، علشان انا طبعا كنت بقى في الناحيه التانية كده كنت قاعده. طبعا هوريكم برضو دلوقتي كنا قاعدين بنذبح البط. كنا يعني احنا مربيين بط كده عندنا في السطح، وقعدنا بقى دبحنا كده البط البلد الجميل اللي هو الريش بتاعه اسمر ده. هوريهولكوا برضو دلوقتي. وذبحنا كده ما شاء الله يعني 4 بطايات، وقعدنا بقى كده ريشناهم. وبعد ما ريشناهم كنا بنحب احنا بعد ما نريش البط بنمسكه كده على على البوتاجاز، النار يعني بتاع البوتاجاز، ونحب نشيط لو في شعر بسيط او حاجه انتي معرفتيش تطلعيها. بنشيط كده البط بتاعنا على البوتاجاز. علشان طبعا انتوا عارفين البط البلدي بيبقى صعب اصلا تنظيفه، غير البط اللي هو القشره البيضه ده، الريش الابيض بيبقى التنظيف بتاعه سهل، اما البط اللي ريشه اسود بيبقى تنظيفه صعب جدا. وطبعا يا حبيبي احنا لما بنكون مربيين حاجه فوق السطح عندنا مش بنحب نوديها المريشه تتنضف هناك، يعني بيبقى طعمها مش حلو. مش عارفه سبحانك يا رب، الحاجه اللي انتي بتنضفيها في البيت على ايدك بتبقى غير لما بتوديها المريشه، بتبقى معرفش بقى هي بتجرى لها ايه. المهم ان بيبقى طعمها مش حلو. لما انتي بتنضفيها في البيت على ايدك وتشيطها كده على البوتاجاز على ايدك بيبقى طعمها جميل جدا، غير اللي انتي بتعمليها بره يعني. فاحنا طبعا كان فريق كده بيعمل الكسكسي كده زي ما انتوا شايفين، وفريق تاني كان بنذبح البط وننضفه ونشيطه. وهوريكم برضو دلوقتي كل خطوه بخطوه. هي كده حماتي كده كانت بترشرش كده زي ما انتوا شايفين، يعني كل فتره والتانية ترشرش كده شويه ميه صغيرين خالص. وبعد كده بقى يقعدوا يفركوا كده في الكسكاس زي ما انتوا شايفين كده.
هتفضل بقى تعمل كده، يعني عملت الخطوه دي يجي من بتاع 5 مرات. ترشرش الميه دي، الميه اللي انت بترشرشها دي بتكوني حاطه فيها شويه ملح صغيرين وبتدوبيهم، وبتفضلي بقى ترشرشي كده على الدقيق بتاعك وتفركي، عشان الطريقه دي مهمه جدا علشان الكسكسي معاكي يبقى منطور كده واحده بوحدتها وحلو يعني معاكي، مش معجن ولا حاجه. وهنا بقى كده برضو يا حبايبي هترش ميه تاني. انت افضلي ايه يعني وانت بتعجني الكسكسي بتاعك، هتفضلي ترشي ميه. اول ما تلاقي بقى كده الدقيق كله معاكي لم كده، مفيش اي، تحسي ان مفيش اي دقيقه خالص معاكي في العجينه، هتعملي بقى المرحله التانية اللي هي بالغربال دي. هتنزلي كده من الغربال، ولازم يكون الغربال اللي انت هتنزليه بيه ده يكون الاخرام بتاعته واسعه شويه. وبعد كده في الاخر خالص هتعمليه بغربال ناعم خالص، وهوريكم دلوقتي برضو كل حاجه دلوقتي. اهم حاجه يا حبايبي كده وانت بتتفرجوا تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله في كل وقت. هنا طبعا رشت عليه ميه تاني، رشت كده، رشنا كده شويه ميه تاني، وهنفضل برضو نفرك فيه كده. طبعا في ناس بقى يا جماعه بيحبوا ياكلوا الكسكسي بتاعنا ده بالشوربه، وفي ناس بتحب تاكله بالسكر، وفي ناس بتحب تاكله باللبن، فليه كذا طريقه يعني. بس احنا عامه احنا عندنا في الارياف بنحب ناكله بالشوربه بتاعه البط. يعني احنا ما بنعملش اصلا الكسكسي ده لبش الله عليه بط، يعني بيبقى حاجه تانية كده ومختلفه وطعم جميل جدا لما بتعمليه بالبط. مش عايزه اقول لكم على طعمه، ما شاء الله الله اكبر، طعمه بيبقى جميل جدا. ولو انت عايزه برضو تعملي، طبعا احنا بنعمله بالزبده، فانتي بتشيليه عندك في التلاجة بالزبدة. عايزة بقى تكليب سكر، عايزة تكليب لبن، زي ما انتي عايزة، بس اهم حاجة بتحطي بقى فيه الزبدة وتشيليه عندك في الفريزر. احنا بعد ما بنعمله بزبدة بنشيله عندنا في الفريزر كده عادي بالزبدة بتاعته. وطبعا كده يا حبايبي البط طبعا احنا كنا بعد ما دبحناه وريشناه زي ما انتوا شايفين كده، انا بحب امسك البطايه كده شياطه زي ما انتوا شايفين، لو فيها اي شعر رفيع او فيها اي حاجه بيشيطوا على البوتاجاز، او بيعمل يعني على البوتاجاز، بتبقى ريحتها جميله جدا وانتي بتشيطيها كده. وطبعا بعد كده بقى بنفتح بطنها. يعني ما ينفعش ان انت تعملي الخطوه دي بعد قبل ما تفتحي البطن، بتعمليها قبل ما تفتحي بطنها تعملي الخطوه دي، وبعد كده بقى بتفتحي بطنها وتنضفيها. طبعا بقى يا حبايبي زي ما انتوا شايفين فتحنا البطايه كده بتاعتنا، ما كناش نعرف ان هي بتبيض، فلقينا ما شاء الله كل ده بيض فيها، وزعلنا قوي ان احنا يعني ذبحناه، بس عادي بقى. و وده لقينا بقى البيض ده كده وشلناه عادي، سلقناه، احنا ما رميناهوش، غسلناه كويس جدا وسلقناه كده مع البط. كان طعمه جميل جدا، وكان عامل بالظبط زي صفار البيض، ما كانش وحش يعني، وكان طعمه جميل جدا. وكده بقى البط بتاعنا واحنا بننضفه ونفتح بطنه كده هنقطعه دلوقتي، وهنغسله بقى غسله كويس جدا، هنغسله بقى بدقيق وملح وليمون وخل، وهوريهولكوا برضو دلوقتي. ودي كده يا حبايبي حماتي بقى كده بعد ما حطت الكسكسي بتاعنا في الغربال زي ما انتوا شايفين، ده الغربال الناعم وده الغربال اللي هو ايه عينه واسعه شويه، بنحطه كده في الغربال ده وبننزله، وبعد كده بنرجع نحطه في الغربال الناعم ده. دي اخر خطوه فيه يعني. بعد ما بتعمليه في الغربال التخين ده شويه، الغربال دون اخرامه واسعه شويه، اما الغربال التاني بيبقى الاخرام بتاعته ضيقه، فبتنزله بقى حبيبات رفيعه كده، ويبقى كده خلاص ايه جهز بقى خلاص كده ان هو يخلص يعني. هي بتلم اللي تحت ده بقى وتحطه في الغربال التاني، وبعد كده بقى بنحطه في صينيه كبيره كده وحطاها يعني وراها. وهوريكم برضو الكسكسي بتاعنا وهي حاطاه كده على الصينيه وراها، شكله جميل جدا. ولسه بقى هوريكم بقى طبعا هو بيستوي على البخار، وهوريلكم انا ازاي بسويه على البخار. كده طبعا يا حبايبي احنا بنحطه كده كله في الغربال زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا عشان عاملين كمية كبيرة، فطبعا كنا كلنا بنعمل مع بعض، علشان طبعا هو متعب جدا، متعب جدا في عمايله، فاحنا كنا بنعمل كلنا مع بعض عشان احنا كنا عاملين يعني كمية كبيرة مش كمية صغيرة. انت طبعا في البيت لو انت هتعملي مثلا لأسرتك يعني متكونة من 4 أفراد 5 أفراد، أكيد يعني مش هتعملي كل الكمية دي، هتعملي كمية قليلة جدا وعادي، بس سهلة يعني. انت لما تعملي كمية قليلة في البيت احسن من الكميه الكبيره. طبعا احنا يا جماعه ربنا يا رب يخلي يعني، عشان احنا بيت عيله وكده، فاحنا كنا عاملين كميه كبيره زي ما انتم شايفين يعني.
فكلنا كده كنا بنعمل مع بعض وبنساعد بعض عشان هو طبعا بيخدل جدا. فكنا بنعمل مع بعض كده انا وحماتي وسلفتي. طبعا العيال زي ما انتوا شايفين ما فيش حاجه بتخلى من العيال. كان لازم يعني يمدوا ايديهم، فاحنا طبعا خليناهم غسلوا ايديهم ولموا شعرهم عشان يقعدوا ايه يعملوا معانا يعني. وطبعا هنا بقى يا حبايبي البط بتاعنا بعد ما مسكناه كده قطعناه كده، احنا حطينا عليه ليمون ودقيق وخل وسيبناه نقعناه شويه كده في الخلطه دي. وبعد كده بقى بعد ما الكسكسي بتاعنا نخلص خالص ونحطه في الحله، هنروح شاطفين بقى ال- البط بتاعنا وهنحطه في الحله. وهوريكم دلوقتي على طريقه جديده محدش بيعملها يعني. كتير قوي لما بيجوا يعملوا الكسكسي ده طبعا بنتي بتسويه على البخار، بخار بتاع ميه عادي. انا بقى بعمل ايه يا جماعه؟ هوريكم برضو دلوقتي وانا بعمل بسوي البخار بتاعي على ايه. الكسكسي بتاعي بسويه على البخار بتاع ايه، هوريهولكوا برضو دلوقتي. كده حماتي بقى قربت تخلص اخر شويه كده في الطشت، هنحطهم بقى في الغربال كده زي ما انتوا شايفين. وهتفركه كويس جدا وهتبتدي بقى ايه تنزل بقى الناعم خالص ده، وهتحطه بقى في الصينيه كده وراها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هي كده بقى يا جماعه نزلت كده كل طبعا ده يعني ده هيحتاج خطوة تاني. بعد ما هتنزل كده اللي في الطشت اللي انتوا شايفينه ده الرفيع ده هنحطه في الغربال التاني. ده الغربال يا جماعة. يعني انت لما هتيجي تعملي الكسكسي عندك هتحتاجي غربالين، غربال يكون العين بتاعته واسعة شوية، والتاني هيكون العين بتاعته ضيقة خالص علشان يبقى الكسكسي بتاعك ناعم كده، والحبة بتاعته صغيرة ومش كبيرة يعني ومش معجنة. وده كده يا حبايبي الكسكسي بتاعنا بعد ما خلص وخلاص كده. عملناه كده بالغربال مرتين زي ما انتوا شايفين كده. كده حطيناه في الصينية كده ورانا. وبعد كده طبعا هتجيبي حاجة عندك عمة يعني حاجة زي حاجة شفاف كده. عمة مثلا عندك بس يكون نضيفة، انت مخصصاها للحاجات دي، مخصصاها مثلا تكون نضيفة وغسلاها ومخصصاها للأكل يعني ما بتعمليش بقى أي حاجة تاني. بنسوي فيها الكسكسي بتاعنا كده. ودلوقتي برضه هوريكم واحنا بنسويه ازاي. وبحط ايه الاول في الحله وبعد كده بسوي الكسكسي. مش عايزه اقول لكم بيبقى ريحته وطعمه حاجه كده خرافه بجد والله، اللهم صل على النبي يعني. هوريكم دلوقتي كل حاجه والخطوه بخطوه واحنا بنعمل في الكسكسي بتاعنا ده. ويا ريت تقولوا لي رايكم، ويا ريت ما تنسونيش في التعليقات وتشتركوا لي في القناه وتعملوا لي تعليق حلو كده. والله التعليقات بتاعتكم يعني بجد بتشجعني وبتهمني جدا. وتشتركوا لي في القناه وتقولوا لي ايه رايكم، ما تنسونيش بالله عليكم في اللايك، اهم حاجه اللايك. اللايك يعني بيحسسني ان الفيديو اللي انتوا شفتوه بتاعي عجبكم وكده. فيا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والتعليق بجد والله يعني بيشجعني ان انا انزل فيديوهات تاني. قناتي اسمها ام العيال في البيت بيتي. ودي كده بقى يا حبايبي اخر خطوة خلاص معانا. هي خلاص كده هتنزله من الغربال وبقى كده خلصنا هنسويه بقى. وكده بقى يا حبايبي البط بتاعنا بعد ما غسلناه كويس جدا وشيطناه وقطعناه كده زي ما انتوا شايفين، وصفيت كده منه شطفته يعني من الخل والليمون وكده. حطيت كده في الحله بتاعتنا بتاعت الكسكسي دي طبعا دورين. الدور اللي تحت انا طبعا ما بسوي الكسكسي بتاعنا على البط، على شوربة البط زي ما انتوا شايفين كده البخار اللي طالع من البط بسوي بيه الكسكسي، مش بسويه على بخار ميه. بحط في الحلة اللي تحت دي البط يتسلق ومن فوقيه بحط الكسكسي يستوي الاتنين كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. اوريكم برضو دلوقتي. والكسكسي بتاعنا كده قبل ما نحطه بقى كده في الحلة والعمة
حبيت كده اوريهولكوا زي ما انتوا شايفين. هو كده بس خلاص اللي هو يستوي، بس وكده لسه طبعا مستويش، كان لسه يعني عجين. وريتهولكوا كده كان جميل جدا. ومسكت الحله بتاعتنا دي بتاعت الكسكسي، هي دورين. الحله اللي فوق بتبقى مصفى، واللي تحت زي ما انتوا شايفين كده. حطيت البط، الميه غلت وحطيت البط كده، نزلت في البط في الميه زي ما انتوا شايفين كده. وهروح بقى حاطه الكسكسي بتاعنا في الحله الدور اللي فوق. وهسوي كده الكسكسي على البخار اللي طالع من الميه بتاعه البط. مش عايزه اقول لكم الطريقه دي تحفه جميله جدا لو جربتوها. احسن ما تسويها على بخار ميه، انا بسويها على البخار الريحه اللي طالعه من البط بسويها على البخار بتاعها. مش عايزه اقول لكم بيبقى طعمه تحفه وجميل جدا. وكده طبعا جبنا الحله بقى اللي هي الدور التاني اللي هي المصفى، حطينا فيها عمة كده او حتة قماشة بيضة اللي عندك، يعني يكون قماشة بيضة نظيفة. ونزلنا كده بكل الكسكسي بتاعنا في قلب الحلة كده في القماشة. وكده بقى يا حبايبي هنحط كل الكمية اللي معانا كده في الحلة زي ما انتوا شايفين. وهنقفل بقى كده القماشة البيضة دي. طبعا يكون قماشة بيضة عندك، عمة بيضة، اي حاجة شفاف زي ما انتوا شايفين كده. وهننزل كده بقى بالحلة دي، هنشيلها كده وهنحطها بقى ايه فوق البط زي ما انتوا شايفين. والحلة اللي تحت فيها بط، والحلة اللي فوق هنحط الكسكسي بتاعنا يستوي على البخار بتاع البط اللي طالع من البط. وكده بقى يا حبايبي الحلة التانية اللي جنب اللي على البوتاجاز الناحية التانية دي، طبعا البط بتاعنا كان ما شاء الله كتير يعني، فالحلة ما خدتش كل كمية البط. فانا حطيت بقية البط بقى اللي كان فاضل معايا، حطيته كده في الحلة اللي جنبها دي. وطبعا سبت كده بقى البط تحت يتسلق تحت الكسكسي. البخار اللي طالع من البط هي ايه هيسوي الكسكسي بتاعنا. طبعا كنت كل شوية بفتح القماشة بتاعتنا كده واول ما تلاقيه يطبل كده تعرفي، اول ما تخبطي عليه تعرفي تلاقيه يطبل كده تعرفي ان الكسكسي بتاعك استوى. فاحنا طبعا نزلناه كده في صينية كبيرة زي ما انتوا شايفين، خرطناه كده بالسكينة. كان طبعا هو حتة واحدة. وهنفلفله دلوقتي، يعني هنفركه دلوقتي وهنخليه مفلفل كده يرجع تاني. وهنرجع تاني نحطه في الحلة برضه هيكمل سواه. وبعد كده بقى في الاخر خالص هننزله، هوريكم واحنا بنحط برضو عليه الزبده البلدي. طبعا احنا كنا بنجيب الزبده البلدي دي خضره كده ونحطها في قلب الكسكسي بتاعنا وهو سخن وبنبس الكسكسي بيه. بس احنا المرة دي يعني حطيناها على النار ساحت خالص، وبعد كده دلقناها بقى على الكسكسي بتاعنا. مش عايزه اقول لكم على طعمه، يعني احنا كنا بناكل كده بالمعلقه في الصينيه قبل يعني ما نحطه على الطبليه وكده. كنا عمالين ناكل وهو في الصينيه كده. بنحب يعني ان احنا اول ما ننزله ونبسه كده بالسمنه، بنحب ان احنا ناكل منه كده على طول، بيبقى طعمه جميل جدا يعني. ومتعودين ان احنا بناكله كده على طول. فطبعا هي حماتي اهو حطيناه تاني، يعني خد سوا كمان شوية في الحلة. وبعد كده بقى دي اخر خطوة، نزلناه كده في الحلة زي ما انتوا شايفين. وهننزل دلوقتي بقى عليه بالزبدة البلدي بتاعتنا بعد ما سيحناها. مش سيحناها قوي يعني اللي هي عملت المرطة لوحدها وكده، يا دوبك فكت من التلج، هي كانت متلجة، يا دوبك فكت من التلج وسيحناها. ونزلنا بقى كده بالزبدة بتاعتنا البلدي كده زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله الله اكبر، على الكسكسي بتاعنا بالسمنة البلدي بقى كده. وقعدنا بقى نبس فيه كده. طبعا هو كان سخن فكنا بنبس كده بالمعلقة. مش عايزة اقول لكم على طعمه وريحته حاجة ده جميلة جدا. وبالذات بقى كمان يا جماعة لما تاكليه كده جنب البط ما شاء الله بالشوربة بقى بتاع البط، مش عايزة اقول لكم على طعمه وريحته كان جميلة جدا وتحفة. وجربوه بجد بالطريقة اللي انا وريتها لكم دي، هتبقى طريقة جميلة جدا وحلوة. بدل ما تسووه على المية سووه على البط، البخار اللي طالع من البط. وكده يا حبايبي الاكله بتاعتنا خلصت بتاعه النهارده، ويا ريت تكون عجبتكم. ويا ريت تشتركوا لي في القناه وتفعلوا لي الجرس وتعملوا لي اشتراك حلو، تشتركوا لي في القناه وتعملوا لي تعليق حلو كده يشجعني ان انا انزل فيديوهات تاني. ودي الاكله بتاعتنا النهارده، الكسكسي والشوربه والبط. وبالهنا والشفا على الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.